ازيكم عاملين ايه؟ النهارده قبل ما ابدا عايزه اكد عليكم ان انا تقريبا ثبت ميعاد يوم الثلاث ان انا انزل فيه الفيديو بتاع اليوتيوب الطويل، غير اي فيديو بنزله على اي بلاتفورم تانية. فما تنسوش تعملوا لي فولو هناك، وما تنسوش تتفرجوا هنا عشان حاسه انه لسه مفيش شويه تشجيع اللي انا محتاجاهم بصراحه. النهارده هكلمكم على الحاجه اللي اتفقنا عليها المره اللي فاتت، وهي الافكار اللي كانت عجباني لفرحي وانا ما عملتهاش، بس انتي ممكن تقدري تعمليها لو لسه قدامك وقت. طبعا انا بكتب هنا كل حاجه بالتفصيل علشان في حاجات قديمه وفي حاجات عجبتني بعد الفرح، بس خلينا نبدا واحده واحده. اول فكره وهي انكم تعملوا فيلم انيميشن بقصه حياتكم او بقصه تعرفكم على بعض. بصراحه ما شفتش حد عمل ده في مصر الا فيديو معينه كده على انستجرام. اول حاجه بتفضل ذكرى معاكم وقت طويل جدا، وانتوا فاهمين كل تفصيله فيها، لان انتي بتكلميها بتقولي لها على تفاصيل معينه طبعا اللي انتي عايزه تشاركيه، بس وهي بترسم ده وبتحركه، فبيبقى بجد تحفه. يعني انا بالنسبه لي كانت حاجة حلوة جدًا، وتقريبًا ممكن تنفع هدية، تنفع في أي مناسبة، خطوبة، عيد ميلاد، أي حاجة، عيد جواز يعني عشان لو ما لحقتوش تعملوها. تاني فكرة إن حد ييجي يرسم كل الناس اللي موجودة في الفرح، كل الضيوف، يرسمهم كاريكاتير أو يرسمهم من غير ملامح، يعني يرسم مثلًا الoutfit بس، الفستان، البدلة، تفاصيلها كده وshape وشّهم بس، ويلونهم بألوان مَيّة. برضه دي بجد من الأفكار اللي كانت عاجباني جدًا. بُصّوا، أي فكرة هاقولها هي كانت عاجباني جدًا وما زالت عاجباني جدًا. تالت فكرة وهي إن حد يرسمكم أنتم live يوم الفرح، حد بييجي بيرسمكم زي فكرة الضيوف بالضبط، بس بيرسمكم أنتم بس، بتبقى لوحة بتتحط في البيت بعد كده. الفكرة دي برضه جميلة جدًا. رابع فكرة وهي ممكن كانت تبقى الأولى يعني، لإن هي حاجة قبل الفرح، وهو كارت الدعوة ده. أنا عارفة إنه ما بقاش ناس كتير بتعمله، بس أنا كان نفسي جدًا أعمله وما لحقتش. يعني لآخر وقت كنت أنا هاعمله بإيدي، هاطبع الكارت وهاعمل الdesign وأطبع الكارت، وفي شمع كده بيتباع بنسيّحه وبنجيب زي ختم وبنختم عليه، وبعد كده بنلزقه أو بنختم عليه وهو أصلًا على الظرف من برّه ونلزقه وإحنا بنختم. الفكرة دي برضه حلوة جدًا وهتفضل موجودة، بس يبقى design فيه فكرة أو مميز أوي بيكم. الفكرة اللي بعد كده إن يكون في جنب كده حاجة بديلة للguest book شوية، بنجيب عدد من الظرف اللي هو بتاع الجوابات وجواه كارت، وكل حد بيعدّي بياخده وبيكتب فيه message، فهو بديل شوية للguest book بس فكرة شوية شكلها حلو. بعد كده أنتم هتاخدوا الجوابات دي وتبقى معاكم في البيت ذكرى بخط كل حد، فبرضه عاجباني أوي. الفكرة اللي بعد كده وهي بيجيبوا لوحة كده برضه على جنب ويكون فيها وشوش بس من غير ملامح، وكل حد بيعدّي بيرسم ملامح معيّنة، شكله بقى شكل حد معاه، وبيكتب تحتها، بيمضي تحتها أو بيكتب برضه. هي برضه نفس فكرة الguest book بس creative شوية وفيها يعني حركة غير الكتابة. وأنا شايفة الأحسن في الفكرة دي لو هتنفذوها إن هي تكون حاجة صغيرة ومصغرين حجم الوشوش، عشان بعد كده تقدروا تاخدوها معاكم البيت، عشان لو حاجة حجمها كبير أوي هي هتبقى حاجة مجرد بس للفرح، بعد كده مش هتقدروا تاخدوها. ال3 حاجات الجايين أنا عملتهم فخليتهم في الآخر، جربت أعملهم في فرحي وهاقول لكم رأيي فيهم بصراحة. أول حاجة إن أنتم تجيبوا photo booth، بصراحة دي من أحلى الحاجات، أنا كنت عايزة أستمتع بيها أكتر. ده قرار بجد مش ندمانين عليه أبدًا، لإنه كل حد معاه صورة من فرحنا، مش صورة معانا بس صورة من فرحنا، فهي حاجة هتفضل معاهم على طول. تاني حاجة كان في وقت كده في الفرح فاضي شوية، أنا كنت باركّب hairbrush في شعري وخد وقت طويل كده علشان اللي بيعمل اتأخر علينا، فهي كانت مخلية كل الناس مشغولة إن هي تروح تتصور، فبجد دي حاجة حبيناها جدًا، وأنا شخصيًا باحب أصلًا الصور، فكانت بالنسبة لي حاجة حلوة أوي، ولينا إحنا كمان صور، يعني ممكن في صورة ورا كده منهم. تاني فكرة عملناها الورد، إنه يكون في حد بيرميه علينا وإحنا داخلين خالص في أول entrance، تحفة. يعني لو ورد طبيعي كمان لو تقدروا تعملوها كورد طبيعي تبقى أحلى، لإن أنا ما عملتهاش غير صناعي، بس برضه الشكل في الصور كان لذيذ، بس كانت نازلة على دماغنا كده. هي مش لدرجة هتعمل لنا يعني مش هتخبطنا أو هيحصل فيه مشكلة، بس اللي هو بتوجع شوية، أو اللي هو مش زي الورد، يعني مش زي الورد الطبيعي. تالت حاجة وهي عارفين الشرارة بتاعة عيد الميلاد، أفكارها حلوة جدًا، تنفيذها بقى محتاج إن أنتم تجيبوا أطول واحدة، هي مخصوصة للأفراح، بس وقتها أنا ما لقيتهاش، يعني كان في حد بيبيعها أونلاين ما لقيتهاش عنده ساعتها، فجبت العادية بتاعة عيد الميلاد. كان في بقى أجواء في الفرح يعني
أعلى منها بكتير فما كانتش باينة، لكن التانية كانت تبقى أحسن لو الطويلة دي ممكن تقريبًا تكون موجودة برضه على Shein مش عارفة. بس كده دي أفكار النهارده، قولوا لي إيه اللي عجبكم فيهم وإيه اللي شايفينه مش أحسن حاجة، وفي أفكار تاني برضه كتير جدًا تقدروا تدوّروا، ولو عايزاني أنا أقول لكم برضه حاجات، أنا في حاجات ما رضيتش أقولها في الفيديو ده، بس لو عايزاني أعمل فيديو تاني على أفكار تقدروا تنفذوها في فرحكم، هادوّر وهاقول لكم اللي أنا كاتباه، بس ما تنسوش تقولوا لي إيه رأيكم في الفيديو ده، وهل فعلًا فرق معاكم؟